السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمام مسجد اللمطي بمدينة المنيا. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب أي حاجة من السيدة عيشة وتيجي لهنا علشان نتكلم مع بعض عن تاريخ وعمارة الجامع الجميل بتاعنا. اللي احنا دلوقتي واقفين قدام المدخل الأصلي له. المدخل الرئيسي ده بنقرأ عليه نصين تأسيسيين. الأقدم هو ده، هذا المسجد المبارك مكتوب بالخط الكوفي الغير منقوط، صنعه مرتفع ابن مجلي ابن سلطان المصري، رحم الله من قرأ ودعا ودا واو دال في السطر الثالث، العين والالف بتاعت دعا تكملتها بقى في السطر الرابع، له ولوالديه بس وقع ولوالديه بالرحمه. شوف مكملها فين؟ ده النص الاقدم، لان في نص تاني فوقه. النص ده مش مؤرخ، مش مكتوب قدامنا هو من سنه كام. واضح ان اللي شايل المدخل الكتفين دول بالعتب اللي فوق دي كلها اثار منقوله، زي الحاجات اللي قدامنا دي على الارض، وهنتكلم عنها لما ندخل جوه دلوقتي. كلها مجلوبه من عمائر مصريه قديمه، لان احنا في مدينه فيها كل الحضارات اللي قبل الاسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. النص بقى اللي فوق: امر بعمل هذا المسجد المبارك ابتغاء مرضات الله والرغبه فيما لديه في 26 من محرم سنة 78 و500 578 هجري. ده في العصر الأيوبي، بالتحديد عصر صلاح الدين الأيوبي، اللي هو سنة كام؟ 1182 ميلادي. النصين هنا بقى، لأن في ناس مؤرخين بيقولوا إن الجامع أيوبي طبقا للنص اللي فوق ده. أنا قدامي تاريخ أهو، وفي ناس بيقولوا ده فاطمي طبقا للنص اللي تحت ده. احنا ما نعرفش بالتحديد يعني هو بالظبط، بس واضح ان في نص اقدم. حد هيقول لي، قريت التعليق ده قبل كده، حد بيقول لي لما انت ما تعرفش امال احنا نعمل ايه؟ هو يا ابني حد قال لك ان انا اللي اعرف؟ يعني انا بقول لكم على جزء من الحقيقه، تفكروا ان الكلام اللي انا بقوله ده هو ده الحقيقه بنسبه 100%، ولا حتى 80 ولا 70 ولا 60. ده احيانا لو انا قلت ان احنا جبنا كده 50% جزء من الحقيقه، يبقى يعني كتر خيرنا. ده اللي مكتوب عندنا، واحنا بنحاول بالنصوص اللي قدامنا دي، ومع ذلك احنا برضو مش قادرين نوصل، لان النص مش كامل، والنص اللي تحت مش مكتوب عليه تاريخ، بس من نوع الخط احنا بنقول ان هو فاطمي، وان هو اتعمل ايام الوزير الصالح طلائع. عارفينه الصالح طلائع ابن رزيق، اللي هو صاحب الجامع اللي عندنا في القاهره اللي خارج باب زويله، اللي عمله في سنه 555 هجري 1160 ميلادي، لان هو كان في فتره كان والي الصعيد. واللي جدد الجامع بقى اللي اتعرف باسمه في العصر الايوبي اللي هو اللمطي، ده واحد من الوزراء ومن الامراء اللي موجودين في الدوله، وهاجروا وجم قعدوا هنا في المنيا واتعرف الجامع باسمه. طيب عرفنا ازاي ان الجامع ده من عصر الصالح طلائع؟ برضو دي حاجه كده، احنا على النيل على طول يعني شايفين، فكان بيتقال ان ده زي مرسى للمراكب تيجي تقف هنا، لان ما كانش بقى الكورنيش ده موجود. شايفين الميه، نهر النيل اهو، شايفين، والناحيه الثانيه دي الجبل الشرقي اهو. طيب هو كان قدامه سقيفه زي جامع الصالح طلائع اللي في القاهره، اللي شاف جامع الصالح طلائع اللي بره باب زويله، مازال اثارها موجوده اهي. يعني ده قاعده عمود، والاعمده نفسها كانت هنا، الاعمده الجرانيت اللي كانت موجوده هنا. حتى مفتشين الاثار اللي هنا قالوا لي ان هم عايزين يرجعوا تاني السقيفه دي ويبنوها اهو. بقيه الاعمده اهي كلها اعمده جرانيت. المأذنة واضح ان هي اتجددت في العصر العثماني، زي بقى شكل كل المآذن بتاعة الصعيد. ندخل جوه الجامع، هنلاقيه مبني على الطراز التقليدي. الطراز التقليدي او الكلاسيكي اللي هو الصحن، صحن مكشوف اوسط وحواليه 4 أروقة. ده رواق، الثاني، الثالث، الرابع. يعني سموه رواق القبله، ودايما رواق القبله بيبقى اكبر الاروقه دي، هو اللي بيبقى فيه دكه المبلغ.
احنا شايفينها اهو دكه المبلغ، وبيبقى فيه المنبر وفيه المحراب، فالاهتمام بيبقى فيه اكتر. الاعمده واضح تاني ان كلها مجلوبه، حتى في عمود هنا عليه رسوم طيور، يعني على ما قدرنا كده نفلي في الاعمده اللي هنا طلعنا بالاشكال دي اهو. شايفين حاجات كلها بتبقى جريك رومان، لان احنا جنبنا هنا قلنا كل الحضارات، سواء المصري القديم، اليوناني والروماني، البطلمي، المسيحي، الاسلامي اللي احنا فيه دلوقتي. طيب اشرح لكم بسرعه كده. شوفوا الصحن بقى، والنهارده السماء جميله كده وفي سحاب. الصحن المكشوف ده في نظريه للدكتور محمد عبد الستار عثمان استاذنا، هو بيقول حته الطراز القديم ده او التخطيط التقليدي او الكلاسيكي اللي اتبنى بيه كل الجوامع في القرون الخمسه الهجريه الاولى، اتبنى بالتخطيط ده، صحن واربع اروقه اكبرها رواق القبله. الكلام ده جه منين؟ يعني لو رحنا حتى الجوامع اللي في الجامع المدينه، الجامع النبوي بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو رحنا الجوامع الثانيه لما الاسلام جه مصر، جامع عمرو بن العاص، ولما رحنا الاسلام راح تونس في القيروان، ولما المسلمين عدوا الاندلس، ولما راحوا في قرطبه، ولما راحوا في شرق العالم الاسلامي في ايران، كل الجوامع اتبنت بالشكل ده. ايه قصه الصحن واربع اروقه؟ هو ده التخطيط الامثل والقديم للمسجد النبوي، بس برضه بدا على مراحل. ازاي بقى؟ احنا عارفين ان التخطيط بيتحكم فيه، يعني طراز البنى بيتحكم فيه البيئه والمناخ. البيئه بتاعت المدينه كانت بيئه حاره جافه، بتاعت المدينه المنوره لما الرسول دخلها اللي هي يثرب، فعمل ايه؟ عمل ظله سموها ظله واحده الناس تصلي تحتها، وعمل لها صحن للاضاءه والتهويه. مفيش بقى 3 اروقه تانيين، يعني انا عندي بس الجزء ده، مفيش لا ده ولا ده ولا ده خالص. وجنب المسجد النبوي كان فيه الحجرات بتاعت زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام. وبعدين حصل ان بعد 1 و6 شهور بعد ما كانوا المسلمين بيتجهوا في القبله ناحيه بيت المقدس، لو هنفترض مثلا ان ده هو ده القبله كانت في الاتجاه ده كده، ان في صحن اهو الصحن المكشوف، وفي ده رواق القبله وقت الرسول عليه الصلاه والسلام في المسجد النبوي، كان بيتجه ناحيه بيت المقدس، وبيت المقدس في الشمال من المدينه، يبقى هنتجه كده. بعد 1 و6 شهور القبله اتغيرت، بعد ما كان هم المحراب هو مكان الباب كده والمسلمين بيتجهوا هنا ناحيه بيت المقدس، بقوا بيتجهوا كده ناحيه مكه، فسابوا الصحن زي ما هو وسابوا الرواق ده زي ما هو، وعملوا رواق تاني ناحيه مكه في الجنوب بقى بعد ما كانوا بيبصوا للشمال. اصبح الجامع بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام في وقتها بقى بعد تغيير القبله في رواقين، رواق بيتجه ناحيه مكه ورواق بيتجه ناحيه بيت المقدس، وصحن في النص للاضاءه والتهويه، والحجرات بتاعت زوجاته جنبه. بعد كده لما الرسول مات وجه الخليفه بقى عثمان بن عفان بقى وعمل توسعات في الجامع، عمل رواق تاني في الجنب كزياده، وبعدين عدد المسلمين زاد برضه فقاموا عاملين الرواق الرابع، والجامع يعني في زيادات من زيادات الجامع. فالجامع النبوي بتاع الرسول خد بقى الشكل اللي احنا فيه ده دلوقتي، اللي هو الصحن المكشوف للسماء اهو لاضاءه وتهويه الجامع، واربع اروقه اكبرها رواق القبله. لما راحوا بقى بعد كده الوليد بن عبد الملك يعمل الجامع اللي في دمشق، الجامع الاموي، اتعمل برضه بنفس التخطيط ده. وقلنا بقى كل الجوامع اتبنت بالشكل ده اللي احنا فيه، علشان احنا في مصر. فتلاقوا شوفوا الاعمده خلاص، انت برضو الموروث الحضاري والمواد الخام اللي موجوده في البيئه او في الاقليم اللي انت فيه انت بتبني بيها. في طوب اجر محطوط عليه طبقه من الملاط، وفي بقى اعمده كلها قلنا خلاص جايه. لذلك الاعمده هتلاقوها، ودي اتكلمنا عنها في الحلقه بتاعت الاشمونين اهو، الاعمده كلها مش شبه بعضها، مفيش عمود شبه التاني، كلها متلقطه، كل عمود جاي من مكان. دكة المبلغ تاني اللي بيقف عليها المبلغ عشان نردد الصوت ورا الإمام، لغاية النهاردة بنسمعها في الصلاة، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الله أكبر الله أكبر، بصوت أعلى، لأن وقتها ما كانش فيه مكبرات صوت. بصوا المحراب هنا، وفي قبة فوق المنبر، واضح إن المنبر اتجدد مع المأذنة ومكان الوضوء ده في العصر العثماني.
المنبر حتى نظام المفروقه والمعقلي، مش الاطباق النجميه، ده اللي بتقول هو عثماني. عندنا بقى نص هنا جميل قوي من عصر السلطان جاكمك. يعني احنا قلنا ان الجامع اصله فاطمي، وبعدين اتجدد في العصر الايوبي، واتعرف بقى من الوقت ده باللمطي في العصر الايوبي، وحصل تجديد في العصر المملوكي والعثماني، ولغايه العصر الحديث اللي احنا فيه بيحصل تجديدات. النص ده بقى مهم جدا ونقراه كده، هو مكتوب بالخط النسخ المملوكي اهو. رسم بالامر الشريف السلطاني الملكي الظاهري محمد ابو سعيد جاكمك، اسم السلطان اهو جاكمك اهي، جاكمك محمد ابو سعيد جاكمك، نصره الله نصرا عزيزا بابطال، هيبطل ضرايب. نصوص ابطال الضرايب بتاعت جاكمك دي كتيره. بابطال ما فرض على جهة أو جهات على جهات الهلالي بمنية بني خصيب اللي هي المنية بالأعمال الأشمونية، نسبة للأشمونين اللي هي الولاية، مقر الولاية هنا في الصعيد، الأشمونية والمضمونة والمحلولة والمصبعة والصادرة والواردة، وذلك بمباشرة المقر الأشرف العالي الزيني استدار العالية الملكي الظاهري. يعني ايه بقى الزيني استدار العالية الملكي الظاهري؟ ده اللي هو القاضي يحيى زين الدين، اللي هو صاحب الثلاث جوامع اللي عملنا عنه حلقة برضه في القاهرة، صاحب الثلاث جوامع اللي موجودين في القاهرة، اللي هو كان استدار العالية ده، يعني استدار مسؤول القصر السلطاني عند السلطان الظاهر جاكمك، هو اللي باشر الموضوع ده. الملكي الظاهري أعز الله أنصاره. وبعد كده ويسطر ذلك في الصحائف الشريفة، كان دايما كده هو القاضي يحيى هو السلطان جاكمك مكتوبه كلمة الصحائف دي، صحائف مولانا، موجودة في الجوامع بتاعته برضو اللي موجودة عندنا في القاهرة. قلنا كان له 3 جوامع القاضي يحيى، الواحد اللي هو في تقاطع شارع الازهر مع شارع بورسعيد اللي هو مدفون جواه مدفون تحته، والجامع اللي في الحبانيه ورا مستشفى احمد ماهر في شارع بورسعيد، والجامع الثالث اللي هو في بولاق ابو العلا المعروف بجامع المحكمه. في الاخر بقى التاريخ للاسف وقع، بس التاريخ المفروض ان اللي قرأوا يعني من الباحثين هو كان متأرخ بسنه 843 هجري 1439 ميلادي، وده بعد ما جاكمك حكم بسنه واحده، وجاكمك حكم 842. فكنت بتكلم دلوقتي مع الدكتور محمد الشتاوي قال لي التاريخ ده بيشرح لنا، هو عايز يتقرب من العامه لان جاكمك حكم حوالي 16 سنه بعد كده، فعايز يتقرب من الناس لان هو جاي بعد ما تخلص وعمل انقلاب من على ابن السلطان الاشرف برسباي. يعني جاكمك انقلب، السلطان اللي قبل منه القوي كان الاشرف برسباي صاحب المدرسه الاشرفيه اللي في شارع المعز. الاشرف برسباي ابنه هو يوسف ابن برسباي اللي جاكمك انقلب عليه وهرب، يوسف ابن برسباي. وبعدين جاكمك قعد حوالي 15 سنه او اكتر، وبعدين جه اينال انقلب على عثمان ابن جاكمك برضه زي ما جاكمك انقلب على ابن برسباي، وهو ده العصر المملوكي. بس هو كان عايز يتقرب من الناس ويتقرب من العامه، فابطل الضرايب عليهم زي ما احنا قلنا. السقف واضح ان هو برضه مجدد. نتمنى ان احنا نكون قلنا لكم يعني معلومه جديده عليكم في يوم النهارده 8 رمضان. ما تنسوش تعملوا شير، ونشوفكم ان شاء الله في اثر جديد وفي حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.